السلام عليكم. النهارده سمعت خبر وفاة أمير أخو سمير اسمه. وأمير معرفوش معرفة شخصية، لكن أنا بشوفه على الفيديو، بشوف فيديو ليه وبقلب. مش من هوايتي إن أنا أشوف الفيديوهات بالشكل ده. ولا أخفيكم ذكرا، كنت هاخد فيديو وأنزله وأكتب إنا لله وإنا إليه راجعون، ودعاء بسيط وربنا يصبر أهله. ودخلت أكاونته على التيك توك، لقيت كله أغاني. طلعت قلت انا لو خدت فيديو من الفيديوهات بتاعته كده انا يعني بدمر الولد في قبره. ربنا يصبره يا رب، ويصبر اهله يا رب، ويصبر امه بالذات، لان ده تاني شاب فقيد ليها. قبل ما ابدا كلامي هدعي له ان ربنا يثبته عند السؤال ويغفر ليه ويجعل مثواه الجنه، وهطلب طلب من اهله. يا جماعه انا دخلت اكاونته على التيك توك، ما خدتش عشان كله اغاني. قلت اما ادوس لقيته كاتب في البايو الانستا، خدته رحت دخلت سرحت مع كم الذنوب، سرحت مع الوشم المرسوم، سرحت في عذاب القبر وظلمة القبر والسؤال. والله اني فضلت ادعي له ربنا يثبته عند السؤال. عايزه اقول للشباب، امير لو كان يعرف انه هيعيش شويه كان مسح كل ده. امير لو كان يعرف انه هيموت في السن ده كان ما رسمش الوشم. امير لو كان يعرف ان هو هيموت ما كانش قلع نص الفوقاني. امير لو كان يعرف انه هيموت ما كانش عمل فيديوهات بالشكل ده. والله لكان عمل فيديوهات تغير مصير كل حياته في الدنيا والاخره. بس عشان احنا ما نعرفش امتى هنموت، فاكرين ان الدنيا طويله، لكن هي الدنيا قصيره. ما خدتش فيديو ومش هساعد في ذنوب ليه، وامل من اهله انهم يمسحوا الفيديو. وهقول لكم قصه حصلت معايا مع شاب توفاه الله قبل 4 سنين، 4 3 مش فاكره، بس فاكره الاحداث. الواحد حزين بامانه الله ان الشباب غافل لدرجه ان هو مش عارف ان احنا في رحله صغيره، وان هو مش واعي انه ممكن في ثانيه يموت، وانه ضغطه زر على التيك توك او على اي موقع على السوشيال ميديا يا تاخد حسنات يا تاخد سيئات. هتاخد حسنات هتلاقي يقول اللهم امين وربنا ينولك الدارين ويحسن دنيتك واخرتك. يا اما هتلاقي واحد يقول لك الله عسول امور الجمال ده. لاني بامانه الله شايفه بنات دخلوا السوشيال ميديا متحجبين، فجأة بقوا متبرجين، فجأة بقوا متحررين، فجأة بقوا متحررين. قلعوا أكتر من سطروا وضمنوا الدنيا، وهي ما تضمنش أصلا تلبس الجاكيت تقفل زر، تموت، تدوس على زر تشغل أغنية تموت، تبعث عند الله إيه؟ ترقص، بتغني، قلعة. هتقولي لي ربنا بيحبني؟ هقولك ربنا بيحب المستورة المعفوفة. ربنا بيحب البنت اللي بيقربها ليه وبيخليها تحب قربه وتحب رضاه. هتقولي لي اصله انا شغلي ودنيتي والسوشيال والكلام ده كله، اقولك خليه ينفعك الشغل ده في الاخرة، خليه ينفعك ساعة السؤال، ساعة الثعبان الأقرع. ده انت بتخافي من الولاعة تيجي على ايدك. تخيلي انت تترمي في النار وجسمك اللي فرحانة فيه هيروح، وجسمك اللي فرحان بيه ومعريه هيتحرق، هيسيح قدامك، وهتقول من شدة النار. معرفش مين يسمع الفيديو، بس حزينة بجد على الشباب اللي وصل للمرحلة دي. اقسم لكم بالله بجاهد مع بناتي زي ما بجاهد معاكم. انا هسأل عليكم، ودي رسالة الواحد بيوصلها ليكم. وبناتي دايما بقول لهم الله يخليكم وصلوني لرب العالمين، ما يقوليش عملت ايه،
لاني انا عايزاكم تبقوا بالفطره زيي، وبحاول وبجاهد وبعمل واخد ان شاء الله الثواب ده كله. قبل كام سنه كان عندي اتيليه خياطه وكده، في شاب مصلي بيعرف ربنا. الشاب ده كان بيجي يصلح لي المكنه، اسمه مصطفى الرواعي من العريش، اساسا من بير العبد. الشاب ده محترم جدا، كان متزوج وعنده ابنه كان صغير تقريبا عمره سنه ونص، سنه والله ما انا فاكره، اسمه ادم. الراجل ده كان بيجيني بيصلح لي المكنه، قبل ما يتوفى باسبوع 10 ايام اجاني عشان انا طلبته يصلح لي حاجه في المكنه، لقيته علمني كل عيوب المكنه بتتصلح ازاي. ده كان راجل صالح بيعمل خير، كان بيصلي، كان بيخاف، كان بيراعي ربنا. تقولوا انه ربنا عمل كده علشان خاطر يمهد له حسن الخاتمه؟ والله اعلم. فجه يعلمني كل عيوب المكنه، قال لي عشان لو اتاخرت عليك تبقي شاطره وعارفه كل حاجه. كتب لي الاسعار، وقال لي ازاي اتعامل مع دي وازاي اتعامل مع دي، واكسبي زبون وبلاش تكسبي سعر فلوس. يا لهوي على اللي قاله واللي عادوا يومها. ومع السلامه يا مصطفى، واللي تجيبيه يا ام كريم. ما كانش بيقول لا وما كانش بيقول عايز، كان شاب راضي. وراح مصطفى، لقيته راجع لي بعد 3 ايام 4 ايام مش متذكره، ينادي من على الباب: يا ام كريم، يا ام كريم، يا اللي هنا. مين هو عارف انا بدخلش راجل المحل، والله لو بدي اغنى من وراه بديش اتعامل مع رجاله ولا فصل رجاله ولا بحب اتعلق ولا بحب يبقى في لي علاقه معاهم. يا ام كريم، يا ام كريم، يا ام كريم. مين؟ انا طلعت على صوته: ايش يا مصطفى؟ بقول له: بدك تصلح مكنه ولا حاجه؟ يقول لي: لا، انا جاي اقول لك انه والله دعوتك استجابت، والله كرمني وجبت عجله، واروح لواحده اصلح لها المكنه جنبك كده، وعدى عليها وجبت عجله لابني ومش عارفه ايش، والله جبتها بالثمن الفلاني. ولا لا، انا خفت يكون بده اي شغلانه عشان عايز رزقه يعني. لقيته لا والله ما بده. فرحت طلبت منه شويه طلبات زيت، وطلبت منه ابر خياطه بدي زي اللي هذيك جبتها الدور اللي فات يا مصطفى. قال لي: حاضر، عينيا 2 يومين كده وعديهم عليك. ما خلص صار معي عجله، حلم حياته يجيب عجله يروح مشاويره. وصار بعد كام يوم ما جابنيش مصطفى ولا كلمني، والمكنه بدها ابر، وانا بدي اخدها من مصطفى وبدي زيت. قلت ارن على مصطفى، فاكراه كان بشهر رجب، وقت ما ماتت ام زياد مرت ابو زياد الله يرحمهم الاثنين. المهم رنيت، رني كان عندنا الحمله الشامله في العريش. قلت انا يمكن اخذوه في الحمله الشامله، يكون الموقوس على عينه وفي المستشفى تعبان، طب يكون صاير معه كذا، طب يكون شي كذا، يكون كل اشي فكرت فيه الا الموت. رن مش راضي يقفل المحل، مستنيه يردوا، الا ترد عليا واحده. الكلام ده كان يا جماعه بعد تقريبا 4-5 ايام او اسبوع. ردت عليا واحده: الو. بقول لها: تليفون مصطفى. بتقول لي: ايوه. قلت لها: هو موجود؟ على بالي تقول لي في الحمام ولا عيان ولا حاجه. بتقول لي: توفاه الله. بقول لها: مصطفى موجود، مصطفى الرواعي. تقول لي: توفاه الله. يا بنتي انا بكلمك عن، بتقول لي: والله لا ما فيش عياط، ما بتعيطش، بس هي مثبته ربنا على كلمه توفاه الله. طيب الحل مصطفى يموت، مات ازاي بتاع؟ قالت لي: والله تعب، يعني وقع من طوله ومات، وطلع ميت بعد ما كان عندي على طول، كان جاي يسلم عليا. حسن الخاتمه يا جماعه الخير. اللي بيموت بيحس بيجي يسلم على حبايبه، ربنا يجمعنا فيه بالجنه، وربنا يرحم امير ويرحم سمير ويجعل مسواهم الجنه ويصبر امهم، ويمسحوا فيديوهاتهم، ما تشيروش فيديوهاتهم الاغاني، حرام. وخد بالك وانت بتصور، يا تدخل الجنه يا تدخل النار. اللهم بلغت، اللهم اشهد.